كشفت شبكة سكاي ألمانيا عن مستجدات بشأن مفاوضات مانشستر سيتي للتعاقد مع عمر مرموش من أينتراخت فرانكفورت. ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع مرموش خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير الجاري. وأفادت تقارير أمس الخميس بأن مانشستر سيتي حسم اتفاقه بالفعل مع فرانكفورت، وسيوقع مرموش عقدا ل5 سنوات مع الفريق الإنجليزي. على الرغم من ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن فرانكفورت نفى ما تم تداوله بشأن الاتفاق مع السيتي. وأوضح الصحفي فلوريان بليتنبرغ بشبكة سكاي ألمانيا عبر حسابه الرسمي على إكس أن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو ثابتة لعمر مرموش، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات متعلقة بالمكافآت. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من شروط الدفع النهائية بين الناديين اليوم، ويأتي ذلك بعد مفاوضات السيتي مع ماركوس كروش مدير أينتراخت فرانكفورت. وطالب كروش مانشستر سيتي بمبلغ 80 مليون يورو منذ البداية، وأصر على موقفه. وأشار بليتنبرغ إلى أن مرموش لن يكون ضمن تشكيلة الفريق لمباراة الليلة ضد بوروسيا دورتموند، ولم يتم التخطيط حاليا لتوديعه في الملعب. ذكرت تقارير صحفية أن انتقال المحترف المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى الهلال السعودي قد يتوقف على مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا. ويملك محمد صلاح عقدا مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2025، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد. ولدى محمد صلاح الحق في التفاوض مع أي ناد خارج إنجلترا منذ بداية انتقالات الشتاء في شهر يناير الجاري. وأفادت تقارير بأن الهلال السعودي يرغب في ضم محمد صلاح إلى صفوف الفريق، وبدأ في محادثات مع محيط اللاعب المصري بالفعل. وذكرت صحيفة ميروري البريطانية أن مستقبل محمد صلاح وانتقاله للهلال قد يتوقف على مصير نيمار. يوضح التقرير أن الهلال لن يكون قادرا على تحمل تكاليف راتب محمد صلاح ونيمار في وقت واحد، ويرغب الهلال في التخلص من نيمار، مما يوفر مساحة للنادي السعودي لتسجيله مع اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق، بالإضافة لمنحهم مساحة أكبر في ميزانية الأجور. وأفادت تقارير في وقت سابق بأن الهلال على استعداد لتقديم عقد لصلاح لمدة 2 عام براتب قدره 65 مليون جنيه استرليني. صلاح سيحل محل نيمار حال رحيل البرازيلي، والمرجح انتقاله إلى الدوري الأمريكي. نيمار كان في محادثات أولية مع 3 فرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويأمل البرازيلي في الانضمام إلى إنتر ميامي للم الشمل مع ميسي وسواريز، كما أن شيكاغو فاير مهتم بالتعاقد معه. يستعد المصري عمر مرموش للانضمام إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في انتقالات شهر يناير الجاري. وتؤكد تقارير الصحف العالمية أن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات جادة مع فرانكفورت لضم مرموش. وأوضح الصحفي فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة إكس أن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع أينتراخت من أجل عمر مرموش بعد مفاوضات طويلة. وأشار في تغريدته عبر إكس إلى أن مرموش سيوقع عقدا لمدة 5 سنوات مع مانشستر سيتي. وبعد إتمام الصفقة قريبا سيخوض مرموش مباريات حاسمة مع مانشستر سيتي، وتنتظره أيضا مواجهة مصرية في الدوري الإنجليزي الممتاز. مباريات مانشستر سيتي القادمة: مباراة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون. سيخوض مانشستر سيتي مباراة أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج، وحينها سيتلقي عمر مرموش مع مواطنه سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون. وتقام مباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون يوم الأحد 19 من يناير الجاري. مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان: سيلتقي مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 22 من يناير الجاري. وتأتي هذه المباراة في الجولة 7 من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ويحتل مانشستر سيتي المركز 22 في الترتيب، أما باريس سان جيرمان في المركز 25.